بسم الله الرحمن الرحيم. من دقائق انتهت مباراة الأهلي وسموحة، فاز فيها النادي الأهلي 2-0 وما زال متصدر الدوري. النهارده كولر لعب بطريقة هجومية، يهاجم من الأول عشان يخلص المباراة. لعب 4-3-3، لعب بالشناوي حراسة المرمى، خالد عبد الفتاح باك ليفت، اتنين مساكين محمد عبد المنعم ومتولي، لعب باك رايت محمد هاني، ثلاثة في نص الملعب ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، ولعب بثلاثة صرحة، محمد شريف وكهربا وبرستاو. هو مدرب ذكي وبيعرف يتعامل مع المباريات، لأن بيحط اللعيبة المناسبة في كل مباراة هو عايز منها ايه. فهو مدرب ذكي جدا في الحتة دي، لأن لعب ناحية الرايت محمد هاني، ديانج، بيرستاو، دي جابها لعب بيها ناحية الرايت. لعب ناحية الليفت بخالد عبد الفتاح وعمرو السولية ومحمد شريف. مروان عطية رمانة الميزان، زي ما نقول الديفندر، اللي هو صاح الديفندر اللي بيوزع للملعب كله، اللي بيلم الملعب كله، دايما نقول عليه اللي هو الديفندر. وهو بيقوم بالدور ده 10/10 في وقت ما فيش أي لعيب يقدر يقوم بيه بصراحة. يعني ده حالة نادرة، يعني بالنسبة لأنه هو منضم للنادي الأهلي ملوش شهور. فلعب بكهربا راس حربة صريح، كهربا لعب بيه، ما يعني هو في الصندوق، هو حطه في الصندوق ما يتحركش، تحركه كله يبقى في الصندوق. ساب محمد شريف يتحرك، يضم لجوه ناحية الليفت، وبيخدم تحتيه عمرو السولية، والناحية التانية بيلعب ديانج تحت بيرستاو. فهو بيلعب بطرفين، بيلعب على الأطراف. يعني هو مكون الجبهة زي ما أقول لك كده، محمد هاني ناحية اليمين، وديانج وبيرستاو. ناحية الشمال خالد عبد الفتاح، عمرو السولية، محمد شريف. مدرب ذكي، مدرب بيبقى عارف عايز ايه من المباراة، ومع ذلك بيحط كل لعيب لكل مباراة. يعني هو انا عايز ايه من المباراة، بحط مثلا النهارده عمرو السولية، النهارده ديانج، الماتش اللي وراه ديانج على الدكة، مروان عطية في الملعب. فعشان كده بقول لك مش بيجي اللعيبة، مدرب ذكي. فكهربا النهارده صبر عليه، وهو دايما لعب كهربا في الصندوق زي عماد متعب، لان الكهربا بيخطف، بياخد الخطوة، ذكي، بيتوقع صح. ومع ذلك دايما تلاقي الكرة في رجل كهربا، يعني الكرة جات له بيلطش على طول، في ال 18 بيلطش على طول. فده كهربا. محمد شريف انا يمكن لسه على كلامي، اتكلمت في فيديو اتنين وتلاتة. محمد شريف بيتحرك، لعيب بيتحرك 10/10. يمكن لعيب اللي في مصر بيتحرك صح. انت ما تبص لما حرص هدف، ضيع فرصة، ضيع، بس بيخلق للي جاي من تحت ان هو يروح ويسجل هدف واثنين وثلاثة. فمحمد شريف رقم واحد حاليا في مصر. انما بالنسبة للمدرب، مدرب ذكي جدا. المدرب بقول لك بيلعب بجبهة يمين وجبهة شمال، اللي انا قلت لك عليها، متكونة من ثلاثة ناحية الرايت وثلاثة ناحية الليفت. مروان عطية بيبقى هو في نص الملعب، اللي بيوزع الكورة دايما على ناحية الشمال، ناحية اليمين، ينزل يستلم من تحت من خالد عبد الفتاح، يستلم من متولي، يستلم من محمد هاني. ادي شغلانة مروان عطية. المدرب ذكي ليه؟ لأن ديانج كان بيلعب ديفندر في أغلب الأوقات. ديانج ما يلعبش واحد ديفندر، ديانج كان بيسند عمرو السولية، لأن ديانج دايما بيسرح. يعني هو يعني عنده الناحية الهجومية، النزعة الهجومية زي ما احنا بنقولها. فلا تلاقيه لو لعب ديفندر تلاقيه يسرح دايما. فالهجمة المرتدة بتبقى على النادي الأهلي خطرة جدا، وانت بتبقى جاي عليك ماتشات زي افريقيا. انما بالنسبة لعمرو السولية بيبقى عينه 10، وما بيسبقش الكورة عمرو السولية خالص.
في الماتشات اللي زي كده. مروان عطية نفس الوضع تحت الكورة، انما ديانج ممكن يكون اخد تعليمات وهو ديفندر فتلاقيه قدام الكورة. فطبعا بالنسبة للديفندر، انا بتكلم بالنسبة للديفندر، فهو ده اللي منجح المدرب، ان المدرب ذكي بيعرف يتعامل مع اللعيبة ازاي، وبيعرف يتعامل مع كهربا. النهارده حط محمد شريف عشان برضه يسند كهربا بيتحرك في ال 18، مدي تعليمات لكهربا ان هو ما يطلعش عن الصندوق خالص، ان كهربا زي ما بقول لك بياخد الخطوه وبيخطف، ان كان برجله او بدماغه او بيسند او بيعرف ممكن ياخد ضربه جزاء ازاي. فاللاعب الذكي يعني بيريح المدرب زي عماد متعب كده في الصندوق. فمبروك للاهلي، ان شاء الله ماتش صعب، آه، بس مش صعب على الاهلي ان شاء الله باذن الله الرجاء. اللي مطمني ان المدرب زي ما بقول لك بيعرف يتعامل مع المباريات، وبيعرف يحط اللعيبه المناسبه لكل مباراه. يعني انا لما ركزت مع المدرب، لا المدرب ذكي جدا. فما يخوفكش ان شاء الله باذن الله في البطولات اللي جايه. واتمنى باذن الله زي كل مره وكل فيديو ان الاهلي ياخد افريقيا. انما انا بس قبل ما اختم، محمد الشناوي، انت حكم المباراه اتعملت مره واثنين وثلاثه، في الحاله باينه، اللاعب غتت، لاعب سموحه غتت. انت ما تحطش نفسك في مأزق، ما تحطش نفسك في مشكله. انت تجيك زي كده مره واثنين وثلاثه، اصفر على اللاعب، صفرت عليه المره الاولى مش هيعملها الثانيه، اصفر عليه الثانيه مش هيعملها، لان هي باينه انها فاول، يعني باينه ان انا اللي رايح لحارس المرمى وانا اللي بزق حارس المرمى. فانت حطيت نفسك في مشكله. انت يعني خليت محمد الشناوي، وصلت لمرحله ان هو ياخد طرد. فانت حكم ذكي، بخلص بدري في حالات زي كده. وان شاء الله باذن الله يوم السبت اطلع معاكم تحليل للنادي الاهلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.